مرحبا بكم في قناتي حكايات من المغرب. معكم هبة. كنجيب لكم كل مرة قصة جديدة من قلب الواقع المغربي، بحكايات فيها الضحك، العبرة والمواقف اللي ممكن تكون وقعات لك ولا لشي حد من الناس اللي كتعرف. إلا كنتي من عشاق الحكايات المغربية، مرحبا بك في العائلة. دير ابوني وخلي لايك وخلي لي رأيك في التعاليق، راه رأيكم كيهمني بزاف. انا سميتي حمزه، ساكن في واحد الحومه اللي كلشي فيها كيعرف بعضياتو. حومه شعبيه في واحد المدينه صغيره، والهضره كتسبق السلام. النهار اللي دخلت جارتنا جديده، الدنيا تقلبات، طنجره طاحت والناس ولات كتطل من الشرجم. واحد الطوموبيل كحله جديده وقفت قدام دار الحاج علال، وخرجت منها واحد السيده لابسه شي قفطان واعر، وكاع العيالات بقاو كيشوفوا فيها بحال شي موديل جا من مسلسل تركي. انا كنت في البالكون كندير راسي ماشي مهتم، ولكن في الحقيقه كنت كنراقب الموقف بالتفاصيل. قال لي صاحبي ياسين في واتساب: وهادي راه ماشي من هنا، باينه عايشه في شي بلاد اخرى. المراه دخلت للدار وهذا الشيء بدا. من داك النهار الحومه كامله ما بقتش هي. النهار الثاني الوالده دخلت للدار معصبه. شفتو جارتنا جديده؟ خرجت بالبيجامه وطالون عالي كتسقي في الورد. قلت ليها: وعلاش معصبه ماما؟ خلات لك شي ورده؟ الوالده ما عجبهاش الرد، ولكن معصبه بحال كلشي. الهضره كتزيد والفضول كيكبر. مره كتشوفها كتهن في باب الدار بوحدها، مره كتسوق الطوموبيل كانها في سباق، ومره سمعناها كتغني بصوت عالي بالفرنسيه. شي كيقول راها ممثله، شي كيقول راها مطلقه، شي كيقول راها سحاره. حتى واحد ما عارف الحقيقه، ولكن كلشي ولا مهتم. واحد النهار كنت خارج ندي الخبز، وقفت ليا هي في الزنقه كتقول: اسمح لي، فين نلقى الفران ديال الحومه؟ انا وقفت نسيت الخبز، نسيت راسي، وبقيت غير كنقول في راسي: شحال زوينه، واش هضرت معايا انا؟ جاوبتها: هي الفران راه بعد الزنقه، غير دوزي مع الرادار وتلاقاي مع العساس وسوليه. ضحكات وقالت: شكرا السي الجار اللطيف. انا دخلت للدار وانا حاس براسي ربحت كاس العالم. قلت لصاحبي ياسين: راها ضحكات معايا. قال لي: وضحكات عليك يا الحمار. واحد النهار شفت طوموبيلتها واقفه قدام الباب ديالنا، مشيت نطل من الشرجم، لقيتها كتهضر مع الوالده ديالي. صافي قلت راسي الخطوبه قريبه. دخلات وجلسات وشربت اتاي، والوالده كتقول لي من بعيد: هذه راها خديجه، كانت في فرنسا ورجعت تستقر هنا وخدامه عن بعد. قلت ليها: واش كتقلب على الراجل؟ الوالده ضربتني بالعين وقالت: ماشي سوقك. نهار بعد نهار ولينا كنتلاقاو في الزنقه، مره كتسولني على السوق، مره على شي راقم، ومره غير صباح الخير. واحد النهار وانا راجع من الخدمه لقيت الحومه كلها مجمعه. سولتهم: شنو واقع؟ قالوا لي: جارتنا خديجه راها مزوجه. بقيت بلا نفس. مزوجه؟ كيفاش؟ فعلا، جا واحد الراجل لابس سبور طالع من طوموبيله غاليه، دخل الدار وبقاو تماك شي ساعتين، نهار كامل وانا غير حاضي الشرجم، حاضي الباب وحاضر مع دموعي. فاش بديت نرجع عقلي قلت: علاش تاثرت بهذا الشكل؟ انا ماشي راجلها، وما عمرها وعدتني بشي حاجه، غير كنت كنبني الاحلام في بلاصتها. ولكن الحقيقه خديجه خلت اثر في الحومه وخلت اثر في قلبي. من داك النهار وليت كندير سبور، كنلبس مزيان، وحتى الشعر وليت كندهنو بشامبوان خاص. واش غير صدفه؟ ماشي مهم. المهم ان جارتنا جديده ولو انها مزوجه خلت في قلبي قصه نضحك عليها اليوم، ولكن بكيت عليها البارح. الى عجبتكم القصه ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه، وخليوا لي رايكم في التعاليق. واش وقعت لكم شي حاجه بحال هكا؟ نتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله، وديما خليو الفضول ديالكم حاضر، حيت القصص ما كتساليش.